لو سألتك مين هو أول بني آدم عاش على الأرض، غالباً مخك هيروح للإنسان العاقل السيبينز اللي هو أنا وإنت. بس خليني أقولك إنه الإجابة دي ناقصة كتير، وفي حقيقة تانية إنت ما تعرفهاش. إحنا مش لوحدنا، وكلمة بشر دي مش حكر علينا إحنا وبس. لو رجعنا بالزمن لورا هنكتشف إنه الأرض دي عاش عليها أكتر من 20 نوع وسلالة تانية من البشر. بشر عاشوا وحبوا وخافوا وفكروا في بكرة زينا بالظبط. كان في منهم عمالقة مرعبين بيصطادوا وسط الجليد، وفي أقزام طولهم ما يزيدش عن متر واحد عايشين في جزر معزولة، وأنواع تانية دماغهم أصغر من حجم البرتقانة. زمان كان دايما بيتقال إنه في حلقة مفقودة ناقصة في شجرة التطور، الكائن السحري اللي بيربط بين القرود والبشر. بس الصدمة إنه العلم الحديث والاكتشافات الأخيرة فكت اللغز ده تماماً. التطور ما طلعش سلسلة وفيها حلقة ناقصة، ده طلع شجرة عملاقة وفروعها كاملة، والعلماء لقوا حفريات بتملى كل الفراغات التاريخية دي، وقدروا يحللوا الحمض النووي اللي هو DNA للعظام اللي لقوها، ويرسموا شجرة ممتدة لملايين السنين. النهاردة هنفتح الموسوعة المخفية للجنس البشري، وهنتعرف على كل النسخ والسلالات البشرية اللي عاشت هنا قبلنا. وقبل ما نبدأ خلينا أوضح حاجة مهمة، الحلقة دي هدفها تعليمي ومعرفي بحت. أنا هنا بنقل أحدث ما وصل له العلم التجريبي وعلم الأنثروبولوجيا وأبحاث الجينات الحائزة على جائزة نوبل، فأنا بعرض التاريخ من وجهة نظر العلم فقط. عشان نفهم العيلة دي جت منين لازم نرجع بالزمن لورا قوي، من حوالي 3 مليون سنة. في الوقت ده كوكب الأرض كان بيمر بتغيرات مناخية عنيفة ومجنونة، وبدأ العصر الجليدي والأمطار قلت. وفي أفريقيا الغابات الخضراء الكثيفة بدأت تموت وتتحول لمساحات واسعة ومفتوحة من الأعشاب والأراضي الجافة. التغير ده حط كائنات الأوسترالوبيثيكس أو قردة الجنوب Southern Apes، ومن أشهر حفرياتها حفرية لوسي في إثيوبيا، قدام خيارين، يا إما تتكيف وتتطور يا إما تنقرض. لقت نفسها من غير أشجار تستخبى فوقيها، فكانت مجبرة تنزل على الأرض وتمشي وسط الحشائش الطويلة. وعشان يشوفوا الحيوانات المفترسة من بعيد اتفرد ظهرهم وبقوا يمشوا على رجلين 2 بدل 4. والمشي ده حرر إيدهم لأول مرة، فبقت فاضية إنها تكتشف وتمسك وتصنع. ومن قلب المعاناة دي ومن حوالي 2.4 مليون سنة بدأت تظهر أول ملامح لجنس جديد تماماً، جنس الهومو أو الجنس البشري الحقيقي. بس إزاي السلالات الأولى دي ظهرت مع بعضها وفي نفس الوقت؟ السر هو العزل الجغرافي. أجدادنا تشتتوا في مجموعات وقبائل صغيرة في قارة أفريقيا الضخمة، ولأن كل مجموعة انعزلت في بيئة مختلفة تماماً وبأكل مختلف، جيناتهم بدأت تتشكل وتتطور بشكل منفصل. في نفس الوقت في تنزانيا بشرق أفريقيا ظهر الإنسان الماهر هومو هابيلس. المجموعة دي رهانها كله كان على الذكاء، جيناتهم ركزت على تطوير الدماغ. مسكوا الحجارة وشكلوها وعملوا منها أدوات حادة يكسروا بيها عظم الحيوانات وياكلوا نخاع العظم الدسم والغني بالبروتين. الوجبة دي كانت البنزين السحري اللي خلى الدماغ البشري يكبر لأول مرة في التاريخ. على بعد كام 100 كيلومتر بس كان في فرع تاني بيلعب برهان مختلف تماماً عند بحيرة رودولف في كينيا، وهو إنسان رودولف هومو رودولفنسس. المجموعة دي ما لقتش لحم كتير، فكان خيارها التكيف مع أكل النباتات وجذور الأرض الناشفة القاسية، فجيناتها طورت فك عريض وأضخم بكتير وجمجمة أكبر تستوعب عضلات الفك القوية دي، يعني رهان القوة العضلية ضد رهان الذكاء. أما الفرع الثالث اللي خاف من المواجهة دي كلها نزل أقصى جنوب القارة في كهوف جنوب أفريقيا، فظهر منها إنسان جاوتنج هومو جوتنجنسس، جسم قصير جدا وأطراف مرنة عشان يفضل يهرب على الأشجار لو في خطر، وينزل الأرض يدور على أكل. أفريقيا وقتها كانت عبارة عن معمل تجارب شغال في كل حتة، لحد ما ظهر الفرع اللي كسب التحدي وغير قواعد اللعبة كلها قبل 1.8 مليون سنة في شرق أفريقيا.
فرع الإنسان العامل هومو إرغاستر. النوع ده تخلص من صفات التسلق تماماً وطور جسم رياضي وطويل متفصل للركض لمسافات طويلة تحت الشمس. ولأول مرة ظهرت عندهم ميزة عبقرية، القدرة على العرق من الجلد عشان يبردوا جسمهم وهم بيطاردوا الفريسة. السلالة دي بالذات هي اللي خرج منها أول مغامر قرر يسيب أفريقيا ويلف العالم. الهجرة برا أفريقيا كانت عاملة زي فروع شجرة وانطلقت في كل اتجاه، كل فرع مشي في سكة وتحول لنوع جديد تماماً حسب طبيعة الأرض والجو اللي هو راح له. أول فرع شق طريقه في قلب قارة آسيا، ومنه ظهر الإنسان المنتصب هومو إريكتس اللي وصل لحد الصين وإندونيسيا وعاش 1.5 سنة. والسر في نجاحه واستمراريته العجيبة إنه روض النار واستخدمها في الطبخ والتدفئة والحماية، وصنع فؤوس حجرية معقدة عاش بيها عصور. بس المفارقة إنه في نفس الوقت اللي خرج فيه الفرع الناجح ده، في مجموعة صغيرة تاهت وانعزلت عند جبال القوقاز الباردة في دولة جورجيا، ومنهم ظهر إنسان جورجيا هومو جيورجيكس. وبسبب البيئة الجبلية القاسية والمعزولة جيناتهم اتجمدت وفضلوا بجسم قصير ودماغ بدائية صغيرة، وكأنه الزمن وقف بيهم هناك. أما الفروع اللي اختارت تدخل قارة أوروبا فدخلت حرفياً في مفرمة الجليد والتجميد. من حوالي 1.2 مليون سنة في منطقة أتابوركا في إسبانيا ظهر إنسان السلف هومو أنتسيسور بملامح وجه ناعمة وحديثة شبهنا جداً. وقريب منهم في منطقة سيبرانو في إيطاليا ظهر فرع انتقالي وهو بيحاول يقاوم البرد، سموه إنسان سيبرانو هومو سيبراننسيس. ومع وحشية التلج والبرد قبل 700 ألف سنة، أوروبا طلعت ملك البيئات الباردة بلا منازع في ألمانيا إنسان هايدلبرغ هومو هايدلبرغنسيس. دول ظهروا بأجساد عملاقة وعضلات ضخمة عشان يحبسوا حرارة الجسم، وكانوا صيادين محترفين برماح خشبية بيخططوا مع بعض لترويض الوحوش الضخمة في الجليد. على الناحية التانية في أفريقيا من 300 ألف سنة ظهر فرع ذكي جدا وهو إنسان بودو هومو بودوينسيس. يقال إنه الجد المباشر والشرارة الأولى لظهور الإنسان العاقل. الصدمة الأحدث بقى جت من قارة آسيا لما العلماء لقوا جمجمة ضخمة مستخبية في الصين لبشر سموهم إنسان لونجي هومو لونجي أو الرجل التنين، وجنبه حفرية غامضة تانية اسمها إنسان دالي مان. أدمغتهم ضخمة وعينهم واسعة، وجيناتهم بتقول إنهم كانوا أذكياء جدا وممكن يكونوا أقرب لينا في الشجرة حتى من نياندرتال. من 100 ألف سنة مجموعة وصلت لجزيرة فلوريس في إندونيسيا، وبسبب قانون تقزم الجزر اللي بيقول إنه الأكل القليل في الجزر بيصغر حجم الكائنات عشان تعيش، ظهر الأقزام إنسان فلوريس هومو فلوريسيانسيس. تخيل إنه طول البالغ 1 متر ووزنه 25 كيلو، ورغم كده روضوا النار واصطادوا أفيال. الموضوع ده بقى اتكرر في جزر الفلبين لما اكتشفوا إنسان لوزون هومو لوزوننسيس. اتعزلوا في الجزيرة وجيناتهم صغرتهم وأصابعهم اتلوت لتناسب تسلق الأشجار. أما الصدمة الأكبر فكانت سنة 2015 في نظام كهوف النجم الصاعد في جنوب أفريقيا، لما العلماء لقوا عظام نوع غريب سموه إنسان ناليدي هومو ناليدي. حجم دماغه صغير جدا بحجم برتقانة. المفروض بمقاييس الذكاء الكائن ده يتحرك بالغرائز وبس، لكن العلماء لقوا إنهم كانوا بيمشوا بمشاعل في ممرات مظلمة جدا تحت الأرض عشان يدفنوا موتاهم عمدا في غرف سرية، وحفروا رموز على الحيطان. وفي نفس فترة الغموض دي ظهر في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في مدينة الرملة الفلسطينية بشر نيشر رملة هومو، وبيجمع بين صفات النياندرتال والأنواع الأفريقية الأقدم، وأثبت أن منطقتنا في الشرق الأوسط كانت المحطة العبقرية لاختلاط السلالات وهم مهاجرين برا القارة. كل النسخ دي كانت موجودة لحد ما وصلنا لنقطة الانتقال، اللحظة اللي استقرت فيها الأرض على السلالات الأخيرة الأكثر ذكاء وقوة. من 100 ألف سنة مسرح الأرض بدأ يفضى من النسخ القديمة والأقزام.
بإندونيسيا عاش إنسان السولو هومو سولينسيس بأدمغة كبيرة ومجتمعات منظمة. وفي أفريقيا كان إنسان روديسيا هومو روديسينسيس بيسلم الشعلة جينيا لنسخة الإنسان العاقل الهومو سيبينز. وفي أوروبا والشرق الأوسط استقر ملوك الجليد وأقرب السلالات لينا بشر نياندرتال بعضلاتهم الفولاذية، وجنبهم في كهوف سيبيريا الباردة سلالة دانيسوفانز. وحتى في الصين ظهر بشر مغارة الغزال الرئيسي أو الأحمر Red Deer Cave People. الأرض في اللحظة دي كانت شايلة 6 أنواع مختلفة من البشر الذكي جدا، كلهم عايشين في نفس الوقت، بيصطادوا ويفكروا وليهم لغات وثقافات. وفجأة كل ده اختفى. تخيل إن كل السلالات دي وكل المعامل الجغرافية دي اللي الجينات اشتغلت عليها لملايين السنين انقرضوا، وما فضلش في الأرض غير فرع واحد بس، السيبينز، أنا وإنت. ليه إحنا بالذات اللي نجحنا؟ هل عملنا حرب إبادة جماعية، ولا ماتوا من الجوع وإحنا سرقنا أكلهم، ولا هم ما انقرضوش أصلا ودم نياندرتال والدونيسوفانز لسه بيجري في عروقك وجوه جيناتك دلوقتي؟ على العموم في الحلقة الجاية هنفتح ملف المواجهة الأخيرة عشان نعرف إزاي ال6 أنواع دول اتقابلوا وجها لوجه، وإيه السر المرعب اللي خلى السيبينز ينتصر وينفرد بكوكب الأرض لوحده. أتمنى الحلقة تكون مفيدة وتعجبكم. أنا ريم، ودي كانت قعدتنا النهاردة في بينا كلام. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي.